يا هلا وسهلا، مساك الله بالخير. اليوم بسوي طاوة دجاج تكون زي الزبدة. كيف تذوب بفم؟ مكوناتها جدا بسيطة ولذيذة، انك تقدر تحطها بساندويتش وتقدر تاكلها، قدر ما يكون الدجاج المشوي ولكنه طري جدا وبدون عظم. طبعا كلنا نعرف انه اطرى منطقة في الدجاج اللي هو الفخذ، فجبت افخاذ بالعظم واخليتها. اللي موجود في السوبر ماركت افخاذ ولكنها بدون جلد، فجبت شوي منها فقلت بحطها إضافة للطبق. الطبخة في الأساس بجلد تعطيك قرمشة وتقميرة حلوة. طبعا بما أنه نفس الخلطة فبحط على بعض زيت الزيتون، البصل الأخضر، السكر البني، عندنا تقريبا فصين ثوم ونص صويا، الليمون الأخضر طبعا هذا بدون فص، وما عندنا أي نوع من البهارات، فقط عندنا الفلفل الأسود والملح طبعا، وهذه إضافة من عندي اللي هو السبايسي. والحين ايش نخلط، ولا تشيل ترى وقت التتبيلة هذه أبو نص ساعة تكفيها، لأنه عامة أفخاذ الدجاج هي طرية ما تحتاج وقت التتبيل، مو زي الدجاجة كاملة أو الصدور. الطبخة هذه تحتاج طحينة، طحينة الساندويش لازم تصير سائلة مع الليمون والخل وشوي كمون. والحين نجهز صحن التقديم، طحينة، شوي كمون، فلفل سبايسي، شوي زيت زيتون، بقدونس، كزبرة سوري. الحين جهز دجاجنا خلاص تبل، أكلها أكثر من نص ساعة، هي كافية نص ساعة. وعد دائما أي تتبيلة كل ما خليتها زود كل ما صار أفضل، إلا طبعا البحريات. شوي زيت، الحين يا جماعة الخير نزل الزبدة، أيضا باقي الصوص اللي تبلت فيه، وخلي النار على الهادي مرة. نظبط خبزتنا على اللحظات الأخيرة. الله أكبر. بدأت ايش نظبط دجاجنا على تحط الصوص، البصل الأخضر، وبالعافية. وذايبة يا جماعة ما شاء الله، مع الطحينة. سلام يا سلام.